السلام عليكم. كلنا نعتقد على أن الباسورد هي الطريقة الوحيدة أو الميكانيزم الوحيد الذي من خلاله يمكن أن نحمي حسابنا في الفيسبوك. يعني بواسطة الباسورد يمكن أن أحمي خصوصياتي على حسابي في الفيسبوك. لكن هذه المعلومة هي معلومة قديمة، وهناك العديد من الإخوان الذين لا يعرفون أنه يمكن أن أخترق حسابك في الفيسبوك، يمكن أن أتجسس على رسائلك الخاصة، يمكن أن أقرأ يمكن أن أنشر على بروفايلك، نقول يمكن أن أتحكم في حسابك على الفيسبوك بدون أن أحصل على باسورد. نعم، انطلاقا من شيء يسمى بالأكسس توكن. فللأسف هناك الكثير من الإخوان العرب لا يعرفون ماذا نقصد بالأكسس توكن. والأكسس توكن هو خطورته مثل خطورة الباسورد، أي في حالة إذا تم معرفته يمكن أن يتم اختراق الحساب والتجسس عليه. فكما قلت الأكسس توكن هو عبارة عن مجموعة من الأكواد مثلها مثل الباسورد، وتمكن التطبيقات من أجل أن تتحكم في حسابك على الفيسبوك. وفي حالة إذا تم معرفة الأكسس توكن الخاص بحسابك يمكن أن أتجسس على حسابك في الفيسبوك بدون معرفة الباسورد. يعني يمكن أن أقرأ رسائلك الخاصة، يمكن أن أنشر على بروفايلك إلى غير ذلك. في هذه الحلقة أريد أن أريك كيف يمكن للهاكر أن يسرق هذا الأكسس توكن من حسابك. سنتطرق إلى بعض الطرق، سأتطرق كذلك إلى كيف يمكن للهاكر في حالة إذا حصل على الأكسس توكن الخاص بحسابك أن يقوم بقراءة رسائلك الخاصة، أن ينشر على بروفايلك، نقول أن يتحكم في حسابك على فيسبوك. في هذه الحلقة كذلك سأريك كيف تحمي نفسك من أن يتم سرقة الأكسس توكن الخاص بحسابك وبالتالي التحكم في حسابك على الفيسبوك. للإشارة، الأكسس توكن والاختراق الأكسس توكن تعرضت إليه مجموعة من الصفحات الكبيرة مثل هيت راديو، مثل وقس عليها كذلك. إذا لن أطل عليك، نمر مباشرة إلى الشرح، وشرح خطورة الأكسس توكن وكيف يتم الحصول عليه، اختراقه، ثم الحماية كذلك. ابقوا معي. إذا طريقة الحصول على الأكسس توكن هناك الكثير من الطرق، هناك الكثير من الخداع والحيل، ولكن ما يجب أن تنتبهوا إليه ما سأذكره في هذه الحلقة. فأولا هناك الطريقة المعروفة وهي عن طريق التطبيقات. فمثلا ليس فقط التطبيقات التي تقول لك مثلا شاهد من يزور بروفايلك، اعرف من حذفك من لائحة الأصدقاء إلى غير ذلك. بخلاف هذه التطبيقات راح تطبيقات مثلا تطبيقات مثلا خاصة بالذكر، فمثلا يقول لك القرآن الكريم، الذكر والتسبيح إلى غير ذلك. هذه تطبيقات متواجدة على الفيسبوك، ولكن هل تعلم من برمجها؟ هل تعرف عندما تقوم بتثبيت ذلك التطبيق هذه البيانات أين تذهب؟ شاهد معي، هذه قاعدة بيانات لأحد المواقع متخصصة في أو أحد التطبيقات، أعتقد أنه تطبيق للذكر، لذكر الله. ولكن هذا الهاكر عندما تقوم بتثبيت ذلك التطبيق بالفعل هو ينشر أذكار والتسبيحات إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت فهذا الهاكر انطلاقا من هذه قاعدة البيانات كما تشاهد معي فهو يحصل على الأكسس توكن. هذا الأكسس توكن هو الباسورد الخاص بحسابك، هو باسورد بكل ما في الكلمة من معنى. وبالتالي انطلاقا من هذا الكود الذي يحصل عليه يستطيع أن يتجسس على حسابك. غير ذلك فكذلك المواقع، مثلا على سبيل المثال عندما ندخل على مواقع نجد فيها إمكانية، لاحظ معي، جوين اس. مثلا ندخل على التطبيق الشهير سكايب، فعندما ننقر على جوين اس نجد أنه يمكننا التسجيل بحساب على الفيسبوك. كذلك بالنسبة للمواقع الأخرى نجد إمكانية التسجيل عن طريق حساب فيسبوك. فأنت تنقر على التسجيل بحساب فيسبوك، ولكن الحقيقة أن كذلك هذه المواقع تستطيع أن تسجل هذا الأكسس توكن في قاعدة بياناتها، وبالتالي يمكنهم أن يتجسسوا على حسابك في حالة إذا لم تنتبه. فلاحظ معي في هذا المثال، عندما قمت بالدخول إلى موقع سكايب، وسأخذ هذا المثال من ألف إلى ياء حتى تتوضح الرؤية وحتى تستطيعون الفهم العملية كيف تمر. سأحاول اختراق حسابي، سأحاول أن أخترق حسابي وأن أتجسس على حسابي الخاص. فلاحظ معي، أول شيء عندما أنقر على فيسبوك لاحظ معي أن هناك تطبيق يحاول الدخول على حسابي الخاص. هنا لدينا تطبيق فيسبوك، فنجد أن سكايب will receive the following info. لاحظ معي، إذن سكايب
أو هذا التطبيق يمكن أن يحصل على هذه المعلومات، يمكن أن يتجسس على هذه المعلومات. فيمكن أولا أن يحصل على لائحة الأصدقاء، يمكن أن يحصل على الإيميل، يمكن أن يحصل على أو يمكن أن يتحكم في الحائط إلى غير ذلك. فكل هذه هي صلاحيات هي يعني تخص هذا التطبيق. ما علينا ننقر على أوكي، ثم ننقر اوكي مرة اخرى. اذا طبعا هذه هي العملية العادية، ثم اوكي. اذا الان سجلت الدخول بحسابي على الفيسبوك. اذا طبعا في نفس هذه اللحظة الان ماذا حصل؟ هناك اكسس توكن تم ارساله الى موقع سكايب، وهم الان يتوفرون على باسورد الخاص بي. طبعا نحن الان نتعامل مع موقع معروف وهو سكايب، ولكن هذا لا يجب ان يجعلك تغفل عن قضية معينة، وهي ان هناك بعض الهاكر الهواة، يعني اقول الهواة، من يرسل لك هذا الرابط، يعني رابط سكايب، ويطلب منك تسجيل الدخول بحسابك في فيسبوك. انت تسجل دخولك بحسابك في فيسبوك، ثم يرسل لك بهذا الرابط. هناك رابط اخر يراسلك اياه، يعني كوبي ثم اضعه هنا. فعندما تدخل على هذا الرابط لاحظ معي، هناك يطلب منك اخذ هذا الكود الموجود في الاعلى ومراسلته اياه. طبعا هذا الكود على ماذا يتوفر؟ لاحظ معي، هناك اكسس توكن يساوي هذا الكود. اذا طبعا هذا الكود راه هو نفس الكود، يعني طبعا هذه الطريقه تقليديه، طريق عمل الهواة. اما عمل المحترفين راه عندما تسجل دخولك بالتطبيق هو يحصل على هذا التطبيق او يحصل على هذا الكود في قاعده بيانات على هذا الشكل، يعني دون ان تراسله باي شيء. فقط عندما تقبل التطبيق في حسابك على فيسبوك يحصل على الكود. راه نفس هذا الكود الذي ظهر في الرابط هو هذا الكود الموجود هنا في هذه قاعده البيانات. الآن بعد أن استطعنا أن نسرق الأكسس توكن الخاص بالضحية، نذهب إلى developer.facebook.com/tool/debug. نضع الأكسس توكن، ننقر على debug. لاحظ معي، فمن هنا يعني جميع الصلاحيات التي يمكن أن أقوم بها بهذا الحساب، كل هذه الصلاحيات، أن أقرأ الرسائل الخاصة، أن يعني أنشر في البروفايل إلى غير ذلك. كذلك لدينا يعني الاي دي الخاص بالضحية. وطبعا من أجل أن نستثمر كل هذه البيانات سنذهب إلى developer.facebook.com/tool/explorer. نضع الكود الأكسس توكن، ثم نضع الاي دي الخاص بالضحية في يعني في هذا المكان أمام get. وسأريكم شيء. إذا لاحظوا معي أنني سأقوم الآن بالتجسس على رسائل الضحية، تجسس على رسائله. إذا نذهب إلى inbox. inbox. إذا سأختار submit. إذا نقرأ على submit. لاحظ معي، إذا هناك رسائل بين أمير رغيب وزهى رغيب التي هي زوجتي طبعا. إذا سنجد أولا أن أمير رغيب يقول ما عقلتش عليها كاع. هذا قلتها، ما عقلتش عليها كاع، لم أتذكرها. فهي تقول بيان سيور يا خوفي شي نهار ما تعقلش عليا حتى أنا. إذا إلى غير ذلك. فكما تشاهد معي هكذا يمكن أن أتجسس على الرسائل يعني بدون الحصول على الباسورد الحساب. غير ذلك يمكن كذلك بوست، يمكن أن أنشر على البروفايل. إذا وسأريكم يعني طبعا في جيت راه يمكن أن نحصل على العديد من المعلومات يعني من غير إنبوكس. يعني يمكن أن أحصل مثلا على الإيميل السري الذي يسجل به الضحية دخوله، يمكن أن أحصل كل هذه المعلومات يمكن أن أحصل عليها. يمكن كذلك أن أنشر على حائطه، وهذا ما أريد أن أريكم الآن. إذا جيد. إذا لاحظ معي هنا سأقوم بتحديث البروفايل، سأجد شيء معين هلو كما كتبتها. أوكي. غير ذلك فيمكن أن أنشر روابط، يمكن أن يعني يمكن أن أتحكم في الحساب بشكل تام. ويعني أكبر شيء يمكن أن أقوم به يعني ما أريتكم الآن أن أتجسس على الرسائل. وكما تلاحظون معي فأنا استطعت أن أتحكم في هذا الحساب دون الحصول على الباسورد الخاص به، يعني فقط من الأكسس توكن. إذا الآن سنتحدث عن الحماية وكيف نحمي نفسنا من خطر التجسس علينا يعني بدون الحصول على باسورد. أول شيء يجب عليك أن تقوم به تغيير باسورد الحساب، هذا أمر ضروري جدا. إذا أول شيء نقوم به تغيير باسورد الحساب.
جيد. إذا بعد تغيير باسورد الحساب الآن نقوم بشيء آخر، هو أنه يجب عليك أن تنقر log me out of other device. إذا لم تختار هذه الخاصية سيبقى الهاكر دائما يتجسس عليك رغم أنك غيرت الباسورد. إذا تختارها ثم تنقر على submit. إذا جيد، هذه كنقطة أولى. نقطة ثانية أنه وطبعا سنحاول النشر أو سنحاول إذا سنرجع إلى المنصة التي يمكن من خلالها أن نتحكم في هذا في حساب الضحية. سأحاول أن أنشر شيء. إذا مسج سأنقر على submit. لا يمكن. لماذا؟ لأنه تم تغيير الباسورد الحساب. جيد. النقطة الثانية وهي أنه يجب أن نذهب إلى أبس وأحذف التطبيقات الغير معروفة. أوكي. يجب أن أحذفها من الحساب. مثلا سأحذف هذا التطبيق ريموف. جيد. إذن هذه كخطوة. النقطة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها وهي عندما ترغب في يعني السماح لأي تطبيق بولوج حسابك الخاص، انتبه لأمر ضروري جدا. فمثلا عندما أنقر على تسجيل يعني تسجيل بحسابي في فيسبوك، أو عندما أرغب في تسجيل في مواقع بحسابي على فيسبوك أو استخدام بعض التطبيقات، لا تثق في تلك التطبيقات أو في تلك المواقع، لأنها قد تكون تطبيقات رغم أن مثلا تقول لك ذكر الله القرآن إلى غير ذلك، راه لا تصدق، لأنهم راه أولاد الحرام يعني ما خلاوش لأولاد الحلال حاجة. إذا ننقل على فيسبوك. لاحظ معي مثلا عندما سأرغب في التسجيل بحساب فيسبوك، إذا هذا هو التطبيق، إذا أحاول أن أقرأ هذه المعلومات، راه مهم جدا. فمثلا عندما أرغب في السماح إلى تطبيق سكايب بالدخول إلى حسابي، أقرأ يعني الصلاحيات هذا التطبيق. فكما تلاحظ معي هذا التطبيق عدة صلاحيات. لديه أولا إمكانية أن يحصل على لائحة الأصدقاء، على إيميل أدرس يعني الإيميل الذي أسجل به الدخول، يمكن أن يحصل على ما أنشر على الحائط، يمكن أن يحصل يعني كل هذه المعلومات يجب أن أقرأها لكي أعرف هل هذا التطبيق مثلا هل يشكل خطر على حسابي أم لا. فمثلا لو كان التطبيق مثلا فقط يمكنه أن يقرأ ما يوجد في البروفايل يعني في الحائط، يعني يمكن أن أسمح له. ولكن مثلا أجد تطبيق تجد في الصلاحيات، يعني تجد في الصلاحيات مثلا أنه يمكن أن يقرأ الانبوكس، ريد ايميل، ها انت ريد ريكويست، ريد ستريم، يعني يمكن ان يقرا ما يوجد في الحائط. يمكن اذا ساعطيكم هذا، يعني يمكن ان يقرا الايميل، راه خطر يعني عندما سيقرا يعني الشات الهيستوريك الشات الخاص باصدقائي. فيجب ان ننتبه من هذه الامور، فلان هذه الامور اذا لم ننتبه اليها قد تجعل الهاكر ريد ميل بوكس، هاي ريد ميل بوكس، قراءة الرسائل. فيجب أن أنتبه إلى هذه الصلاحيات قبل أن أسمح لأي تطبيق بالدخول إلى حسابي في الفيسبوك. إذا كان هذا هو موضوع حلقة اليوم. أتمنى من صميم القلب أن تكون قد استفدت وقد استوعبت خطورة الأكسس توكن وخطورة الحصول على الأكسس توكن الخاص بحسابك. أراك إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله. إذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقات رغيب أمين، يمكنك دائما متابعتي على موقع المحترف www.teachprofessional.com. أزيد من 800 حلقة في انتظارك، وكذلك تدوينات على مدار الأسبوع. يمكنك كذلك متابعتنا على أضخم صفحة خاصة بالمعلومات فقط على facebook.com/teachprofessional. أزيد من 790 ألف مشترك بصفحتنا المحترف على الفيسبوك. غير ذلك إذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقاتي من خلال اليوتيوب، لا تنسى دائما النقر على زر سبسكرايب في الأسفل من أجل الانضمام إلى أزيد من 350 ألف مشترك بقناة المحترف للإعلاميات على اليوتيوب. أراك في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.